فيلمنا بيبدأ بطفلة اسمها موجي اللي بتمشي وسط مكان غريب فيه قطط، وقط ضخم بيمد ايده ليها، وبتصحى البنت من النوم مفزوعه، وبعدها بتظهر موجي ومامتها اللي بتقول لها قولي لوالدك انك عايزه تعيشي معانا، بس البنت بتتخانق معاها وتمشي وتقول لها هو كمان هيتجوز واحده تانيه، وتمشي البنت في الشارع بتكلم نفسها وتقول انا بكره العالم ده ونفسي ينتهي، وبتبص قدامها بتلاقي اقنعه على شكل قطط متعلقه، وحد بيقول لها عايزه تجربي واحد منهم. وتاني يوم الصبح بتروح موجي المدرسه مع صديقتها، وبتشوف الولد اللي معجبه بيه اللي اسمه هنودي، فتجري تعمل نفسها تتخبط فيه لكن الولد بيسيبها ويمشي، وبتجري وراه لكن الولد مش بيعبرها، وبيقول له صاحبه انت لازم تكون الطف من كده، فبيرد عليه هنودي ويقول له هي اللي مجنونه مش شايف تصرفاتها العجيبه. وبتسال البنت موجي انت متمسكه بالولد ده ليه وبتطرديه كتير رغم انه مش معبرك، فبتقول لها فاكره لما الدنيا مطرت في المهرجان، فبتقول لها المهرجان اللي ما حضرتوش عشان كنت في عزا جدتي، فموجي بتقول لها وقتها اتقابلنا وكنا لوحدنا وكان ظريف جدا، فبتقول لها فوقي كده انت كده بتخلطي بين الواقع والخيال وده اكيد ما حصلش، فبتقول لها انت مش مصدقاني ليه. وبتودع موجي صديقتها وتروح البيت، بتلاقي مرات باباها بتحاول تبقى لطيفه معاها هي والقط الكيكانو اللي موجي ما كانتش بتحبه لا هو ولا مرات باباها، وبتدخل اوضتها وتمسك قناع القطه وتقول انا عندي خطط تانيه. وبيروح هنودي بيتهم يلاقي مامته واخته بيتخانقوا، ومامته بتقوله لازم تذاكر وتدخل الجامعه عشان تصرف على اسرتنا، فبتتريق اخته وتقول هو ده هيصرف علينا، وبيسيبهم هنودي ويخرج يدور على القطه تارو ويلعب معاها، وبيروح بعدها هنودي يساعد جده في الشغل، وبتجري القطه تارو بين البيوت وتنط وتتحول مره واحده لموجي، وبيقع القناع من موجي وتقع وراه، بس على اخر لحظه بتلبس القناع وترجع قطه مره تانيه. وبنلاقي اخت هنودي بتدور على القطه تارو وتتضايق لما تعرف انها مشيت، ويقول لها هنودي ان هو اللي لقى القطه يعني هو اللي صاحبها، فبترد عليه وتقول له ايوه فاكره لقيتها يوم المطر والمهرجان. وبيقعد هنودي يفتكر اليوم ده لما قرر مش هيروح المدرسه الثانويه وبيروح المهرجان، وفي طريقه بيلاقي القطه، وبتقابل القطه تارو القط الضخم اللي اداها القناع اللي يحولها القطه، ويطلب منها تديه وشها البشري في مقابل الاحتفاظ بهيئه القطه، وبترفض وتسيبه وتمشي، لكن بيفضل وراه يحاول يقنعها ويقول لها سيبك من حياه البشر المزعجه وتمتعي بحياه القطط، وكمان لازم تقولي لهنودي عن حياتك، فبتقول له لا ما اقدرش افرض كره تارو انا لازم استنى شويه واجمع معلومات اكتر عنه. وبتقعد موجي مع والدها ومراته على السفره وتفضل تاكل وتقول ان هنودي بيحبها تخينه، وبيسالها والدها مين هنودي، ده اكيد صديقك لازم تعرفيه علينا، فبتسكت وتقول مع نفسها سيبوني في حالي انا مش حاسه اني بنتمي للمكان ده. وبتدخل اوضتها وتقول انا لازم اخرج من هنا واتجوز هنودي، ده شخص جميل ومخلص سماني تارو على اسم كلبه اللي مات مع انه قطه وذكي لكنه مش بيتباهى بذكائه، ورغم انه بيتجاهلني لما بكون موجي لكن بيحبني لما بكون تارو. وبتحاول موجي تقول لهنودي حقيقتها لكن ما بتقدرش. وفي المدرسه بتسمع موجي اتنين بيتكلموا عن هنودي ويقولوا انه بقى مغرور خصوصا بعد ما درجاته في الامتحان بقت عاليه، وشاكين انه بيغش، وبيفضلوا يتريقوا على موجي وجنونها بيه وتصرفاتها الغريبه، فبتقرر تقف على السور وتقول بصوت عالي ارجعوا عن كلامكم اللي قلتوه في حق هنودي، وبترمي نفسها من فوق السور وتقع على الشجره وتطلع متعوره، ويجي بسرعه هنودي يطمن عليها فبتفرح جدا، وبيقرر يديها نص الغدا بتاعه بعد ما يلاقي اكلها وقع على الارض، وبتاكل موجي مع هنودي وهي سعيده جدا وتقول له ان الاكل بتاعه لذيذ زي اكل مامتها بالظبط، وبيقول لها هنودي ما كانش لازم تتخانقي معاهم، بتقول له لا طبعا انا ممكن اسيبهم يتكلموا عني بس مستحيل اسيبهم يفتروا عليك، وبيقول لها بقول لك انت مش قطه بطلي نط من على السور بقى، وفجاه بيشم نفس الريحه بتاعت تارو ويقول بينه وبين نفسه دي عندها نفس ريحه القطه. وبترجع موجي البيت وبتسالها مرات باباها انت متعوره ليه، فبتقول لها ده خدش بسيط، وبتسالها تاني انت مبسوطه كده ليه، فبتقول لها لا عادي مفيش حاجه، وبتجري على اوضتها وبتتحول لقطه وتروح لبيت هنودي وتلاقيه قاعد مع اهله ومامته بتقول له انهم هيقفلوا محل الخزف بتاع جده عشان مش قادر يشتغل اكتر من كده، والمساعد بتاعه هيستقيل لانهم مش قادرين يدفعوا له مرتب، وبتقترح اخته انهم يدوا دروس في الخزف لكن مامتها بترفض، وبيزعل هنودي ويدخل اوضته، وبترجع موجي البيت وتقعد تاكل ويعجبها جدا اكل مرات باباها لاول مره، وبتدخل القطه تارو على هنودي وهو بيعمل الخزف وبيبص بيلاقيها متعوره نفس تعويره موجي، ويقول للقطه نفسي اكون صريح وجريء زي موجي واقول رايي الاهلي اني مش عايز محل جدي يتقفل وعايز اديره بنفسي، طول عمري كان نفسي ابقى زي جدي. وبتقول القطه بينها وبين نفسها انا زيك ما بعرفش اقول اللي جوايا، احنا زي بعض يا هنودي، كل يوم كنت بتمنى الدنيا تنتهي لحد ما قابلتك، انت حد عظيم انا عايز اساعدك ونفسي اسمعك بتقولي بحبك. وبيقول هنودي انا لازم اتقن فن الخزف اللي بعمله ده عادي جدا، لازم ابقى متميز ولازم اكمل تعليمي، وبتدوس القطه بالغلط على الخزف وهو طري فبيتعمل شكل برجلها وبينده عليها هنودي ويخرج، وبيظهر القط الضخم مره تانيه لتارو ويقول لها قلتي الحياه لهنودي ولا لا، فبتقول له لا، فبيقول لها خلاص خليكي قطه للابد وكده هتفضلي جنب هنودي لان وانتي انسانه مش هتفيديه بحاجه، فبتقول له لا ما تقولش كده وتتضايق وتمشي.
وبتروح موجي البيت وباباها بيقول لها انت خرجت من غير ما تقولي، بتقول انا كنت على سطح البيت. تصبحوا على خير وبتسيبهم وتدخل اوضتها. وتاني يوم في المدرسه بتروح موجي الهنودي وتديله جواب وتقول له ده ليك، وبيخطف واحد من الطلبه الجواب ويفتحه ويقراه بصوت عالي، وبتحاول موجي وصاحبتها ياخدوا الجواب منه، وبيفضل الولد يجري يمين وشمال وهو بيقرا في الجواب قدام باقي الفصل. وبيخطف هنودي الورقه من الولد ويزعق لموجي ويقول لها انت احرجتيني انا بكرهك. وبتقعد موجي تعيط لما تسمع كلمه بكرهك، وبتقعد صاحبتها تعيط عليها. وبترجع موجي البيت وبتعيط، ولما بتخبط مرات باباها بتمسح دموعها وتتكلم معاها بابتسامه، وتسالها مرات باباها لو كانت موجي متضايقه من وجودها وليه دايما بتتصنع الابتسامه وبتحاول تكون حد تاني. فبتقول لها موجي انا بتصنع الابتسامه عشان احاول اتقبل الواقع اللي حطيتوني فيه انت ووالدي لما اتجوزتوا، وامي سابتني ومشيت ودلوقتي راجعه تقول لي تعالي عيشي معايا، انا مش محتاجه حد فيكم. وبتاخد بسرعه قناع القطه وتنط من الشباك وتمشي. وبتفضل موجي تعيط وتقول صديقتي يوري كان عندها حق، هنودي ما كانش يقصد حاجه لما شاركني اكله وهو قال لي اللي بيكرهني، انا غبيه فعلا. وبيفضل هنودي يفكر في كلام موجي ويقول هي عرفت منين اني ما بعرفش اعبر عن اللي جوايا. وفجاه بيشوف القطه قدام الشباك ويفتح لها ويقول لها ان اثار رجلها على الخزف عجبت جده كفكره، وبيقول لها انا بحبك. فبتفضل موجي تفكر لو فضلت قطه يا ترى هنودي هيحبني فعلا. وبينام هنودي وتنام جنبه طار القطه اللي هي اصلا موجي. وتاني يوم الصبح بتصحى القطه وتلاقي نفسها اتاخرت على المدرسه وهنودي مش موجود، لكنها بتفتكر انها قطه ومش لازم تروح المدرسه. ومره واحده بيظهر لها القط الضخم بائع الاقنعه وبتقول له خلاص انا مش عايز اكون موجي، فبيقع منها قناع ويقول لها القط ان ده قناع البشري، وبياخده وهو مبسوط انه اخيرا اقنعها، ويقول لها دلوقتي هتفضلي قطه للابد ومش هترجعي انسان تاني الا لو حطيت القناع قبل عمليه التحول كامله. وبيسيبها ويمشي. وبيروح هنودي المكتب مدير المدرسه ويلاقي اهل موجي بيسالوه عنها وبيسالوا كمان صديقتها، لكنهم بيقولوا احنا ما نعرفش راحت فين. وبيخرج هنودي ويقرر يدور عليها لوحده، لكن صديقه موجي بتضربه وتقول له انا اللي هدور عليها مش انت. وبتحكي بعد كده قصه موجي الهنودي وتقول ان مامتها سابتها وهي صغيره والاطفال كانوا بيتريقوا عليها وعانت كتير بسببهم. وبتسال صديقه موجي هنودي لو كان فعلا بيكره موجي ولو كان قاصد كلامه بجد يبقى لازم يبعد عنها وما يديهاش اي امل زايف، بيقول لها انا مش بكرهها. وبترجع موجي البيت على هيئه قطه وبتشوف مامتها وهي بتتخانق مع باباها ومرات باباها بسببها، وبتمشي وفي الشارع بتشوف صاحبتها وبتسمعها بتقول ان هنودي راح محطه القطر يدور عليها. وبيرجع هنودي البيت يلاقي القطه طارق قاعده مع جده، وبيقرر يخرج تاني عشان يدور على موجي، وبتنط القطه على كتفه عشان تخرج معاه، وبيفضل يحكي لها وهي قطه هو بيقول لها انا فعلا ما كنتش اعرف موجي ولا اللي بتعانيه، وكانت دايما بتبتسم عشان خاطري وقويه وجريئه، وكنت خايف تشوفني على حقيقتي مجرد نكره انا لازم اعتذر لها وهي لازم ترجع. وتفضل موجي تقول انا بحبك عشان انت بتهتم بعيلتك ومخلص لاصدقائك وعندك رفق بالحيوان. ووسط هنودي بيتكلم بيديها نص كلام منها وبتفهم انها كده بتتحول لقطه حقيقي وتندم وتقول انا عايز ارجع انسيه. ومره واحده بالليل موجي رجعت المدرسه وبتتعامل بطريقه مختلفه مع هنودي، وبنكتشف ان دي مش موجي الحقيقيه، ده حد متقمص شخصيتها ولسه هي قطه زي ما هي. وبتشوف المشهد من بعيد وتتضايق وتروح لباقي الاقنعه وتكتشف ان حد تاني لبس قناعها وتقمص شخصيتها، والحد ده بيرجع البيت مكانها ويروح المدرسه مكانها. وبتروح موجي المزيفه وتقول لهنودي قدام زمايلهم انها هتروح معاه وتاكل من اكله وتنام جنبه، فبيتضايق ويقول لها ايه اللي بتقوليه ده انا غلطان اللي قلت عليكي. وبيستغرب صحابهم ويقولوا انها بقت غريبه الاطوار. وبتروح طيار وتقابل موجي وتعرف ان موجي المزيفه دي هي القطه بتاعت مرات باباها، وحبت ترد لها الجميل عشان طول الوقت كانت بتعملها حلو، وحياه القطط قصيره ومش عايزاها تسعى بعد ما تموت، على العكس من موجي الحقيقيه اللي كانت بتكره مرات باباها رغم انها كانت بتحاول طول الوقت تبقى لطيفه معاها وما قدرتش ده. وبتقول لها موجي الحقيقيه بس انا عايز ارجع انسان تاني، فبتقول لها لازم تروحي لباقي الاقنعه في الجانب الاخر والطريق قدامك، لو كنت شايفاه فده معناه ان اكتمالك كقطه قرب. وبتسيبها وتمشي، وبتمشي طارق ورا الخط الاحمر في الطريق عشان توصل لباقي الاقنعه اللي بيقول لها انها خلاص هتبقى قطه كامله في مهرجان الصيف، وبيسيبها ويمشي. وبتصحى موجي المزيفه تلاقي مرات باباها قاعده زعلانه على قطتها اللي اختفت، وبتقول لها انها هتروح تدور عليها، دي اول مره تعمل كده. وبتقول لها موجي المزيفه قطتك عمرها ما تنساكي وبتحبك ومش بتحس بسعاده غير جنبك. وبتروح موجي المزيفه لهنودي وتقول له على الحقيقه، وتقول له انها ما كانتش عارفه كميه التاثر اللي شافتها في مرات ابو موجي، وهي مش عايزه تبقى موجي، هي عايزه ترجع قطه تاني. وبتطلب موجي المزيفه من هنودي انه ينقذ موجي الحقيقيه، وبتفهمه ان النهارده هتفوق الشجره المقدسه وده اليوم اللي بتتحول فيه القطط لبني ادمين والعكس. وبتاخده للجسر وتعديه الناحيه التانيه رغم ان هي مش شايفه، بس هي شايفاه لانها لسه مش انسيه بالكامل. وبيوصلوا للشجره المقدسه وبتوصل طارق قبلهم وتفضل تدور على باقي الاقنعه وتسال عليه في كل مكان. وبتدخل حاره البشر اللي تحولوا القطط ويقولوا لها لازم تتحرك بسرعه
والا بقى الاقنعه هياخد عمرها وهتفضل قطه للابد. وبيدخل هنودي مع موجي المزيفه وتاخد اوضه مليانه اقنعه وترمي عليه واحد لكن مش بيتحول لقط، ايده بس اللي بتتحول. وبيظهر بقى الاقنعه وتقول لموجي المزيفه انها عايزه ترجع لموجي الحقيقيه عمرها اللي هيقسموه سوا، وبيقول لها لو مش عايزه نصيبك من عمرها هاخد انا كله. وفي الحاله بتسال موجي باقي الناس مش ندمانين انكم اتحولتوا لقطط؟ فبيقولوا لها وايه الفايده، ده بيزيد من تعاستنا، احنا حاولنا نهرب من تعاستنا ومسؤولياتنا بس بقينا تعسى اكتر. وبتحكي لها واحده فيهم انها اتهربت من مسؤوليتها كأم وكانت دايما بتشك في حب اولادها ليها وهل هي مقصره معاهم ولا لا. وفجأة بيظهر القط الضخم باقي الأقنعة ويقول لها فات الأوان، وأنا حبست هنودي في المستودع بتاعي بعد ما جه يدور عليكي. وبيقول لها إن القطة اللي أخدت شكلك هي اللي عرفته الحياة وجابته، ولكن البشر اللي على هيئة قطط بيضربوا القط الضخم ويقرروا يساعدوا موجي وهنودي. وبتوصل موجي لهنودي وتقرر القطة كيكانو اللي أخدت وشها إنها ترجعه، لكن موجي ما بترجعش بني آدم تاني. وبيظهر مرة واحدة باقي الأقنعة وياخد موجي ويجري، وتقول القطة إن الشجرة المقدسة قربت تفوق ولازم نلحقها. وبيسأل هنودي هي موجي ليه ما رجعتش إنسية، فبيقولوا له عشان في قرارة نفسها لسه شاكة إنها هتعيش في مقاسي. وبتهرب موجي من القط الضخم وبتحاول توصل لهنودي وبيرمي هنودي نفسه من فوق عشان يلحق موجي ويديها القناع. وتفضل تقول له انا اسفه، فبيقول لها انا اللي اسف، انا مش ذكي ومش بلاحظ اللي بيساندني ولا اللي بيدعموني غير لما اختفوا، وان هم زي كده انا عرفت الحقيقه متاخر. وفجاه بيظهر باقي الاقناع وياخدهم هما الاثنين للمكان الموعود ويقول لهم هنا هتتحولوا لقطه ونص قط وانا هاخد عمركم. وبيروح هنودي وموجي يضربوا القط الضخم ويقولوا احنا عايزين نرجع لطبيعتنا، وبيقول لهم حياتكم مش هتتغير، فبيقولوا له هنحاول سوا. وفجأة بتفوق الشجرة المقدسة وبيبدأ القط الضخم ياخد عمر موجي ويتحول لعمر الكورة ويجري وراه القط. وبيجري وراه هنودي وتقول موجي انا لازم اعمل حاجة والا هندم بعدين. وتحاول موجي ومعاه هنودي انهم يهزموا القط الضخم. وفجأة بيظهر البشر اللي اتحولوا لقطط وبيساعدوهم ويهجموا على القط الضخم. ويرجع هنودي بالعمر الموجي ويقول لها انا عايز اتعرف عليكي اكتر واعرف كل جوانب شخصيتك، وقت ما تكوني مبسوطه ووقت ما تكوني زعلانه، عايز اقولك اني بحبك. وبتقول لموجي انا كمان عايز اقولك بحبك واشوف ابتسامتك. وبيودع هنودي وموجي وكيكانو القطط ويبداوا في رحله وداعهم. وبيقول هنودي وكيكانو لموجي ان الناس كلها قلقت عليها وبيحبوها، وهي اعترفت انها غلطت لما قفلت قلبها وقالت انها مش محتاجه حد في حياتها. وبترجع موجي وكيكانو وهنودي لوضعهم الطبيعي ويمسك هنودي ايد موجي ويقول لها الكلمه اللي طول عمرها كانت نفسها تسمعها منه وهي كلمه بحبك.